ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هعرفك على تقريبا 15 نصيحه للشعر استحاله كنتي تعرفيهم، واكيد كلكم بلا استثناء بتعملوا الغلطات اللي انا هقول لكم عليها بالفيديو ده. لو عايزين تعرفوا ايه هي الغلطات كملوا معايا الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعرفك 15 نصيحه للشعر وغلطات انتي بتعمليها للشعر انا متاكده ان محدش هيقولك عليها غيري. اول حاجه احنا داخلين ناخد دش بكل سلاسه وبساطه، غسلنا شعرنا بميه سخنه. انتي بتقولي شعرك بوظ، يلا نبوظ سوا. بص انا هبوظك وانا عايزه ابوظك ومش عايزه اعلقك. الميه السخنه دي بتهري الشعر، الميه السخنه دي نوقفوها تماما. احنا المفروض ان احنا نبقى عندنا هير روتين لشعرنا، ده اسبوعي، من حمام زيت لحمام كريم لبلسم لي الحاجات دي انتي ادرى بيها، كل واحده حسب ما قدرته يعمل ايه. لكن الشعر ان انتي تعمليه بيه ميه سخنه انتي بجد بتدمريه. الاقي بقى بنانيت زي القمر بيسرحوا شعرهم بمشط بلاستيك ومستغربين ان شعرهم هايش. المشط البلاستيك ده بيعمل ايه؟ الشعر فيه يعني زي كهرباء، والبلاستيك برضو بيعمل كهرباء مع الشعر. تخيلي انتي تيجي تسرحي شعرك، ده بيعمل مع ده كهرباء والشعر تلاقيه بيهيش ليه يا مريم؟ بيهيش عشان انتي بتستخدميني مشط بلاستيك. لا، احنا مشط البلاستيك ده مكانه في الزباله. احنا من النهارده ومن بعد ما تشوفي الفيديو ده انتي المفروض تنزلي على طول تشتري مشط خشب، يضر الشعر كهرباء واحسن من البلاستيك 100 مره. ونفس السعر مثلا هتلاقيه مثلا ب20 جنيه، ب30 جنيه، 50 جنيه. انت بتشتري شعرك. يوميا شعرنا بيقع، لازم احنا نساعده ازاي؟ الشعر لما بيقع واحنا ما بنسرحوش يوميا هيجي بكره الشعر بتاع بكره اللي ما تسرحش برضو هيجي برضو على تالت يوم شعرنا ما سرحناهوش. الشعر اللي بيقع ده كله هيكوم ويكعبلك شعرك. تيجي انتي بقى في اليوم الرابع تسرحي شعرك تلاقيه متكعبل، بيتقطع، مش عايز يتسلك معاكي، وخسرتي نص وانتي بتسلكيه. لا، يوميا لازم نسرح شعرنا. وفي كمان دراسات كده بتقول ان احنا لازم اكتر من مره، كفايه مره سرحيه مره بس ونتكلموا في المرات الجايه دي بعدين. يبقى كده لازم فعلا نسرحه شعرنا على الاقل مره واحده في اليوم. مدام فلحوسه بقى اللي عايزه تطري شعرها وفاكره ان هي لما تحط حمام الكريم على فروه الراس كده هي طرته. فروة الراس ما بيتحطش عليها حمام كريم خالص. الحمام الكريم ده وظيفته لحد هنا بس، الفروة نفسها ما بتتحطش. يعني انت اخر شعرك اللي اهي هنا مثلا اهو، ده اخر شعرك، ده اللي يتحط عليه حمام الكريم والبلسم، ما يتحطش على فروة الراس نهائي. وزي ما قلنا ان حمام الكريم ما يتحطش على فروة الراس، زي ما برضو نقول ان الشامبو ما بيتحطش على الشعر. اما بيتحط فين يا مريم؟ بيتحط على الفروة. احنا المفروض نغسل شعرنا ازاي؟ انا اهو خلاص ده شعري، نفترض ان ده شعري، حطيت الشامبو هنا على الفروة وابتدي ان انا اعمل كده وادعك واشطف بالميه. الميه اللي هتنزل فيها صابون او فيها شامبو هي اللي هتغسل لي شعري اللي ورا. انا ما بغسلش شعري اللي ورا بالشامبو، انت كده بتنشفيه. الجذع الشعر اللي ورا ده فروة الراس، فانا هنضف فروة الراس من الزياده اللي فيها وبس، والباقي هو هينضف لي شعري. لكن انا ما بحطش الشامبو على الشعر نفسه، كده غلط تمام. حمام الزيت بقى من الحاجات اللي بتعمل تغيير 180 درجة في الشعر. حمام الزيت ده قد ايه جميل. انا مش عارفة ليه لو كل اسبوع مثلا كلفنا خاطرنا كده وعملنا مرة كده في الاسبوع حمام زيت، يا لهوي. حمام الزيت بيغلف الشعر وبيحميه وبيطوله وبينعم، بيطول لو في توم، بينعم لو في جرجير وغيره. انا مش فاهمه احنا ليه بنكسل ان احنا نحطه. انا نفسي كمان بحط حمام الزيت على شعري وبعمل كل حاجه في البيت، بقعد بيه اكتر من 3 ساعات وبسيبه، ببقى لفاه اللي هي بنقول عليها بلحه، وبلف برده بيه سكارف، وبلف عن كل حاجه في البيت، بقعد بيه 3 و4 ساعات كمان وبسيبه، وبفك شعري الاقي نعومه وطراوه ومن غير ما احط اي سيرم او اي حاجه اللي اسرح بيها شعري، بيبقى بجد تحفه. وغير ان هو كمان علاجي. عندنا شعرنا بيقع يبقى حمام الزيت ده نحط فيه توم، عندنا شعرنا فيه مشكله تانية نحط فيه الزيت المعين. انا كمان عملت لكم فيديو كامل عن حمام الزيت اللي انا بستخدمه لشعري وعاملاه لوحدي باقل من 50 جنيه، وكمان هيقعد معاكي اقل مده 6 شهور. يعني انت تخيلي هتعالجي شعرك لمده 6 شهور ب50 جنيه بس، ربع كيلو زيت. انزلي دلوقتي هتلاقي الفيديو ده حطهولك في اول كومنت في الديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف.
النصيحة اللي بعدها بقى ان احنا نقلل استخدام المكوى والاستشوار على قد ما نقدر. احنا لما بنيجي عايزين نحرق حاجة بنحط لها حرارة. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا هقولك خدي رغيف العيش ده حطيهولي على النار سيبيه يتحرق، او هتسخنيه مثلا المرة دي هتحطيه ثانية على النار، اللي وراها دقيقة، المرة اللي وراها دقيقتين انت حرقتي رغيف العيش. ما بالك رغيف العيش الناشف حصل فيه كده، ما بالك شعرك هيحصل فيه ايه؟ المكوى والحرارة دول مش بيدمروا الشعر ابسولوتلي، لا دول بيحرقوا بيأستكوا الشعرايه. فاحنا نحاول ان احنا نقلل المكوى والاستشوار ده يبقى للضروره فقط. طب يا مريم انا مش هقدر اقلل المكوى ومش هقدر اقلل الاستشوار عشان انا عندي حاجه معينه. في دلوقتي منتجات بتبقى بروتكت للشعر او بتعمل حمايه للشعر، بتبقى زي ماده عازله. اعتقد دلوقتي نزلت خلاص مصر. المنتجات دي ما بتبقاش سعرها غالي، من 100 ل 150 جنيه، بتبقى حمايه للشعر، بتتحط قبل ما هتكوي شعرك ب10 دقايق ربع ساعة وتستخدمي المكوى عادي جدا، وبتبقى فعلا الشعر حتى لو بنسبة 70%، بس انت لو هتضري شعرك بنسبة 30% حاجة وانك هتضريه 100% حاجة تانية. شفت بقى حدا ما انا شخصيا اعرفها يعني بتصبغ شعرها تقريبا كل يوم وبترجع تستغرب شعرها محروق ليه. بتستخدمي اكسجين وبتستخدمي بودرة تفتيح بتهري الشعرايه ومستغربه شعرك محروق ليه. الصبغات دي احنا لازم من كل صبغه وصبغه، يعني انت حاطه الصبغه المده اللي هتحطيها وعشان تصبغي بيها تقعدي 6 شهور بيها اقل حاجه. انت سيبي شعرك يهدى كده واللون يروح والشعر الجديد يطلع وهكذا. ارحمي شعرك شويه لان الفتره ما بتستحملش كميه الصبغه والصبغه ورا بعض دي، انت بتدمريه بجد. يبقى احنا لازم على الاقل نقعدوا بيه الصبغه 6 شهور، بعد كده بعديها نفكر ان احنا نصبغ تاني. يعني احنا 6 شهور قعدنا بيها خلاص بقى اللون راح عايزين نغير، بعد ال6 شهور نفكر. فهمتك انا عن الشامبو، ولكن انا سمعت ان في بنات بينزلوا الجيم كل يوم يعني شعرهم بيعرق ان هما بيغسلوا شعرهم بالشامبو كل يوم. بتغسلي شعرك يا قادره بالشامبو كل يوم. الشامبو ده المفروض نستعمله مره لمرتين في الاسبوع بس والله الشامبو ما ينفعش ان احنا نستخدمه اكتر من 3 مرات في الاسبوع. ده كده احنا هلكنا الشعرايه شامبو ونضفناها اكتر تنظيف احنا نقدر عليه. بعد كده عايزه تشطفيه بالميه كفايه. طبعا دلوقتي بقى في ماسكات جاهزه للشعر، وبقى في ماسكات نقدر نعملوها للشعر مثلا زي اللي بجل الصبار. تقدري تدخلي على جوجل وتكتبي ماسكات بجل الصبار. جل الصبار رخيص جدا وتقدري تعملي بيه بالعلبه اللي هتشتريها مثلا قولي ب20 جنيه، هتعملي ماسكات السنه كلها بال20 جنيه دول. والماسكات دي جميله جدا وجل الصبار رخيص قوي وتقدري تعملي بيه كميه ماسكات لا تعد ولا تحصى. احنا اتكلمنا على نوع الشامبو ان احنا لازم نستخدمه مره واحده بس. نوع الشامبو بقى نفسه لازم يتغير كل فتره. احنا دلوقتي استخدمنا نوع معين، جينا بعد فتره نجيبه نفس النوع لقينا انه مفيش نتيجه ومش حاسه بنفس الانبهار اللي انا كنت بلاقيه منه. طب ليه؟ لان انا بستخدم نفس النوع. خلاص الشعر عودنا خلاص الشعرايه على نفس المنتج. طب المنتج هيعمل ايه؟ ما هو خلاص شعرنا اتعود عليه، فلازم بقى نجربه نوع تاني عشان نلاقي فرق في الشعر. جربت النوع تاني وما عجبنيش مثلا في الشامبو، لا خلاص جربته اخلصه كامل، بعد كده ارجع للنوع اللي انا كنت بستخدمه وساعتها اشوف منه النتيجه حلوه وبتبهرني زي اول مره. نفس خالتي اللي بتغسل شعرها كل يوم، نفس برضو اللي بشوفها بتحط برفانة على شعرها. برفانة يا ماما؟ كحول ايه اللي انتي بتحطيه ده؟ دلوقتي احنا تقدمنا وبقى فيه معطرات للشعر رخيصة جدا. عايزين اعمل لك فيديو ازاي تعمليه في البيت اعملهولك، رخيص بجد. استحالة برفان ده يتحط على الشعر، انتي بتدمريه. المعطرات رخيصة. ماي واي اضعف الايمان، ماي واي عاملة معطر للشعر كان جاي مع علبة تندر رخيص جدا. استنى اوريك اهو اضعف الايمان. لو انت عايزه معطر اهي معطرات مايوي للشعر، ريحتها مش ثابته بس هي مش غاليه. كل ما تخلص اهي واحد ادي التاني معايا، كل ما تخلص جيبيلك واحد تاني، لكن ما تستعمليش ارجوكي برفان على شعرك. بنيجي ننام بقى شعرنا بيحتك مع السرير ومع المخده، وطبعا القماشه بتاعت السرير بتاعنا كلنا بلا استثناء بتعمل احتكاك مع شعرنا. طب احنا ازاي يا مريم نمنع الاحتكاك ده مع الشعر؟ دلوقتي في الصوره اللي انا هحطها لك هنا او هنا صوره الكفر الستان للمخده وكمان التوكه الستان.
البوكس كده او الكيسه دي بتيجي معاها كفر للمخده و2 توكه ساتين، كله بيبقى ساتين. الحاجات دي بتبقى حلوه قوي لما تيجي تحتكي بقى التوكه مع الشعر يبقى ساتين، فالاحتكاك قليل. هتيجي تنامي هتلاقي كيس المخده بتاعك ساتين وب100 جنيه. انا حرفيا لقيته ب100 جنيه وكنت بصوا هموت من الفرحه بيه كده، اللي هو يا اخيرا ب100 جنيه، ده 100 جنيه دي تعمل ايه فده شعري يعني. فبجد لو لقيتوه في حته جيبوه وعلى ضمانتي. طبعا احنا قلنا نعمل حمام زيت ونستخدم ماسكات والكلام ده كله، بس انا كده بعالج خارجي، ما نعالج داخلي. ما نبص بقى على الانيميا، نبص على الفيتامينات اللي ناقصه، نبص 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 نبص، ما بنتعرضش احنا للشمس. كل الحاجات دي نقصانه، احنا كده عالجنا من بره. طب اللي جوه بقى راح فين؟ ميمس ملهوش نصيبي للعلاج يعني ولا ايه؟ لا، احنا نعمل تحليل انيميا رخيص جدا مش هيكلفنا حاجه، وهنعرف منه ايه اللي ناقصنا وايه اللي عندنا مظبوط، وعلى اساسه هنعرف نعالج شعرنا. لو احنا مقتدرين زياده نروح نكشف جلديه، نوريها فروه راسي، اقول لها انا ايه مشكلتي، هتعالجني. احنا هنعيشه مره، هنستخسره في نفسنا، هنروح في 60 ده. واخر حاجه والكليشيه قوي ولكل الفنانات لما تقول لها سر نضاره بشرتك ايه وشعرك ايه تقولك اشربي ميه. هم بيداروا على عمليات التجميل، انا واخده بالي، بس الميه مفيده للاسف. الميه طبعا احنا ما بنشربش ميه خالص، ولكن الميه مفيده مفيده مفيده. على اقل حاجه نشربه لتر في اليوم، اقل حاجه في اليوم لتر، وكل ما تكتري على فكره احسن. وبالذات بقى في الصيف يا لهوي على الميه بجد، انا مش قادره اقول لك الميه دي المفروض ان احنا نشربه منها كتير قد ايه، واحنا مهملين لجسمنا ازاي. حتى لو مش هنشوف منها نتيجه للشعر والوش، للحصوات وللكلى والحاجات دي الميه رهيبه. بس كده انا كده قلت لك تقريبا 15 او اكتر كمان من 15 نصيحه للشعر، اتمنى يبقوا فادوكوا، تبقي مثلا لو حتى واحده منهم ما كنتيش عارفاهم تبقي استفدتي منها. ما تنسيش بقى تقولي لي رايك في الفيديو تحت في الكومنتات، وتروحي تتابعيني على الانستا والفيس وكمان التيك توك، وتقولي لي رايك في الفيديو ده تحت، تعملي لي لايك حلو وتشتركي في قناتي. يلا باي باي.